مساء الخير يا شباب، مساء الخير على كل الناس اللي بتحب الفن وبتحب الرسم تحديدا. معاكم عماد نخلة. زي ما احنا اتعرفنا على بعض خلاص، كتير منكم سألني او طلب مني ان انا اشرح واعرفه ازاي ان احنا بنكون الالوان واسامي الالوان وبنخلطها ازاي وبنعمل الكلام ده كله. طبعا ابدا معاكم بالمرحله دي، والمرحله الجايه اللي جايه في الفيديو دوت كمل الفيديو معايا للاخر. هكتب لكم اسامي حتى الالوان على الشاشه، وازاي نخلطها وازاي نلون بيها. تعالوا بقى نشوف مع بعض المرحله دي اللي هي اسمها مرحله الاوتلاين او الخطوط الاوليه، اللي بقدر بيها اظبط ايدي ان انا ارسم الهيكل بتاع البورتريه او ارسم البورتريه بشكل مجرد من اي حاجه. يعني هنا انا عملت بس مجرد شكل هندسي للشعر، زي ما احنا درسنا كتير وعرفنا كتير ان احنا الشكل اللي بنشوفه بنحاول نقربه لأقرب شكل هندسي. هو ده اللي احنا بنطبقه هنا. الوش لو هعتبره أقرب شكل هندسي وليكن شكل بيضاوي، مثلا منطقة الكتاف، منطقة لغاية البطن مثلا شكل مستطيل، وهكذا. وانت بتعمل كده بتحافظ على النسب والمقاسات اللي برضو احنا حفظناها وذاكرناها كتير. طبعا مع التكرار والممارسة ايدك لوحدها هتبدأ تظبط، فما تستعجلش على المرحلة دي خالص. انت كل اللي عليك انك تمارس كتير جدا، حتى لو حاجات قلشت منك ما تزعلش، الممارسة هتخليك شاطر فيها جدا. فطبعا بعد شغل وممارسة كتير جدا بقينا خلاص بقينا نعرف نحط نسب المسافات ازاي. هنا بقى بقولك انك تعملها ازاي، وعينيك بتاخد من الصورة وايديك بترسم. فانت هنا بدأت او انا هنا بدأت ان انا احط البيضاوية بتاعت الراس، وهنا هبدأ احط مثلا اعرف البدلة تبدأ منين والخط التاني بتاع البدلة. مرحلة ممتعة جدا على فكرة، واحسن حاجة في المرحلة دي على قد ما انت بتظبط فيها ايدك على قد ما تريحك بعدين. وملحوظة مهمة جدا جدا في المرحلة دي، عايزك وانت بتلون تركز برضو في النسب والمقاسات. ليه بقى؟ لان وارد جدا ان انت وانت شغال تلاقي مثلا عايز ترفع المناخير فوق، عايز تكبر البق، عايز تصغر العين، وهكذا. فده كلها مرونة لازم تكون حاططها في اعتبارك. مش اللي انت عملت الاوت لاين ده يبقى هو دوت، لا، انت دي كلها ما هي الا خطوط ارشادية علشان مرحلة التلوين تظبط اكتر عليها. انت لغاية ما بتخلص البورتريه خالص بتفضل تضيف وتزيل في مراحل كتير جدا فيها خصم واضافة وحذف واضافة زي ما انت عايز، او زيادة او نقصان، دي براحتك. بص هنا انا شايف ان الجرافطة واخدة المكان ده، خلاص انا وصلت الجرافطة طبقا للبورتريه بتاعي اللي انا شايفه. بحط الجرافطة وعلى قد ما بقدر هنا هحط الخط بتاع العين اهو، شايفين؟ طبعا خلاص انا حطيت البيضاويه بتاعت الوش وعرفت العين فين، فبحط الخط بتاع العين. وبما اني بحط خط العين خلاص انا بقيت اظبط ايدي بعد كده على باقي البورتريه. فالموضوع جميل قوي يعني. بس زي ما قلت لك برضو وانا بلون لقيت اني مثلا يعني البق عايز يكبر شويه بكبر البق، مثلا البق عايز يصغر بصغره، وهكذا. فانت ما تبقاش انا تقول انا تعبت في المرحله دي فانا خلاص انا كده مش هغير فيها حاجه. لا، انت وارد جدا تلاقي الجرافطه معوجه تظبطها، البدله كبرت منك تصغر، وهكذا. فانت مفيش الزام كبير، لان دي مرحله بس ما هي الا مجرد زي ما قلت مرشد ليك انت عشان تظبط ايديك بعدين. زي ما احنا شايفين هنا بنبدا نحط بقى الملامح برضو باقرب شكل هندسي. يعني انا هنا عبرت عن المناخير بخط، عبرت عن العين بنقط. فانت هنا بتشوف البورتريه بتاعك عامل ازاي وبتحطه انت بايدك بعد كده على اللوحه بتاعتك. والموضوع بسيط جدا على فكره، ما فيهوش اي تعقيد. انت كل ما هنالك بس صدقني مارس هتلاقي الدنيا جميله جدا، وهتلاقي ايدك ظبطت ولوحدك بقيت تعرف ترسم الحاجات دي كلها. طبعا لو اديتكم خلفيه عن الكانفاس او لون الكانفاس اللي انا مجهزه ده، انا بس كنت مجهزه بالوان غامقه شويه، مش مهم خالص، لان الكانفاس لما بيتجهز بالوان زيت بيدي نتيجه احسن بكتير. يعني ايا كان لون الزيت او اللون اللي انت مجهزه بيه مش هتفرق. وارد جدا تاخد بواقي الالوان بتاعتك وتجهز بيه الكانفاس، بتبقى جباره، تبقى عملت احلى تجهيز للكانفاس بتاعك. اهو شايفين حطيت
محيط للشنب، بحط محيط للعين. محيط يعني المساحة اللي انا هحط فيها العين يعني. وابدأ بقى انسب كل حاجة لبعضيها. لقيت ان في حاجة عايزة تطلع ماشي، تنزل ماشي، اضيف ماشي، آه، ازيل ماشي. الشعر حبيت يطلع فوق شوية، اوكي مفيش مشكلة. طبعا زي ما قلت لكم مليون مرة، المرحلة دي مرحلة ارشادية وليست الزامية. انت بتحطها بتبقى مرشد ليك عشان تحط الالوان بتاعتك، ترسم بورتريهك. لكن وارد وانت بترسم البورتريه بتاعك بتحط الوانك، عايز تزيل تحط. انا شايف ان الكتف هنا متناسب مع الياقة، حطيت خط الكتف وهبدا احط خطوط الياقة. على فكرة يا جماعة عايز اقول لكم حاجة، ان المرحلة دي بتسمى احيانا مرحلة الخطوط. في ناس وانا واحد منهم على فكرة، اوقات باجي اعمل المرحلة دي بسيبها من غير ما الونها، بتبقى ممتازة ممتازة. فانت كل ما ركزت في المرحلة دي كل ما البورتريه بتاعك تقيل جدا، وباين ان الرسم راحت فاهم. شايفين اهو خط، الخط ده اتكسر عند الحته اللي تحت باقي البدله، ونفس الكلام الياقه خلصت، نبدا نحط خط البدله. شايفين بدات بقى تظهر معايا ازاي؟ فانت بتمثل كل حاجه بخطوط. هنا الكسره بتاعت الياقه التانية فين بالنسبه للكتف، وهكذا. اللي باقي من الكتف تمام يبقى كمل، مش باقي حاسس ان صغر مني او كبر مني ما كملش، اظبطه اهو. واخدين بالكم ان الشكل بدأ يوضح لوحده، الشبه بدأ يوضح. ليه؟ لاني بدأت اشتغل بخطوط وانا حافظ النسب والمقاسات وطبقتها. وده اللي يفرق بقى ان انت واحد راسم بورتريه فاهم، او واحد راسم بورتريه ما درستش مثلا، او مش عارف نسب ومقاساته. اهو شايفين لوحد الشكل بدأ يجي لوحده عادي جدا يعني. اهو حطيت بقى الخط بتاع البدله، المساحه بتاعت الخط اللي عند القميص واللي بره البدله متناسبه مع الريفرنس بتاعي تمام. هنا بقى نبدا نحط الكم، هنا الحته دي بالنسبه للياقه، السبعه دي بالنسبه لباقي البدله، وهكذا. فانت اللي بتنسب كل حاجه لبعضها. طبعا دي كسرات الكم. مرحله ممتعه جدا جدا جدا. صدقوني كتير قوي باجي ارسم بورتريه او ارسم لوحه بسيبه عند المرحله دي ما بكملوش. بس انا حبيت ان انا الون البورتريه ده عشان الناس اللي طلبت مني ازاي بلون اللون، بكون اللون وازاي بلون. فالمرحله اللي جايه على طول صدقوني حاطط لكم كل اسامي الالوان اللي استخدمتها على الشاشه، وازاي وانا بلون حطيتها على الشاشه. فانت كمل معايا الفيديو للاخر هتستفيد جامد جدا يعني. واتمنى الناس لو استفادت ترسم وتوريني حتى في كومنتات، الدنيا تبقى لطيفة جدا، هبقى مبسوط جدا يعني. ابص كده الشكل مبدئيا تحس ان الشكل اداك الفنان اللي انت بترسمه، او اداك البورتريه اللي انت بترسمه. موضوع ممتع جدا، والمرحله دي مرحله ممتازه وجميله يعني. ارجع ولا لك تاني، لو لقيت المرحله دي ما ظبطتش معاك ما تزعلش، ما تقومش من لما تظبطها على قد ما تقدر. وحط في اعتبارك وارد جدا وانت بتلون تظبط تاني، تشوف ايه اللي عايز يقصر عايز يطول، وهكذا. فالموضوع بسيط يا جماعه، مش تعقيد، ومش انا مش عارف ارسم والصوره طلعت وحشه مني. طب ايه المشكله ما تطلع وحشه؟ اللي بعديها تطلع احلى، اللي بعديها تطلع احلى، اللي بعديها تطلع، فعادي. ترهقش نفسك في انك تطلع الشبه والجو ده، سيب ايدك حرة. ان شاء الله المرحلة اللي جاية بقى عايزكم تركزوا فيها كويس جدا، علشان هي الالوان، وتعرفوا ازاي الالوان واساميها وازاي تخلطوها. يلا جهزوا نفسكم بقى المرحلة اللي جاية. كان حد منكم طلب مني ان انا اشرح ازاي بنكون الالوان، او ان احنا نعمل الالوان. فانا دلوقتي هشرح لكم، او هقول لكم ازاي ان احنا طبعا هنا بناخد، عشان بس اخش في الموضوع على طول، بناخد لون
زي بيتقال كده لون البشرة، وبخلط معاه برضو لون افتح شوية، باخد تقريبا لون محايد. طبعا عندنا اللون ده اللي هو اوكر، بيبقى حلو جدا في البورتريه. طبعا هنا شوية زيت باخدهم بفرش بيهم اللون. نبدأ ناخد على طول ونحط على اللوحة بتاعتنا. في المرحلة دي أنا مش عايز تفاصيل، لأن المرحلة دي أنا بفرش كتل ألوان. اللون ده برضو يعني موف شويتين، بيبقى حلو برضو في البورتريه زي ما احنا هنا شايفين. بصوا في الألوان دايما خلينا نبقى متفقين إن اللون اللي أنت حاسه حطه. ما تقولش أنا اللون ده مش، لا، أنت حسيته، مجرد ما حسيته حطه، ما يهمكش يعني، مفيش مشكلة خالص يعني. لو هناخد نبذة سريعة عن الألوان، فيرميليون ده كادميوم ريد، دوت سيريليان بلو ده اسمه بينك، أو هو بينك غالبا يعني. وده بورتريت تون، وده اللي هو بنفتح بيه ده اسمه ايه؟ شايفين انا هنا بفرش لون، شفتوا؟ طبعا ده الزيت اللي انا باخده بفرش بيه. مش عايز انك ترهق نفسك في اي حاجة، انت بس ما مجرد اهو. بصوا باخد بقى فيرميليون هنا في الاماكن الغامقة، بتحط طبقة الوان او بتفرش الوان، كتل لونية، علشان الاول تملى البورتريه بتاعك. مش محتاجين اي تفاصيل احنا هنا خالص، مفيش مانع. اخضرات، لا يخلو البورتريه من الاخضرات طبعا. طبعا بحساب، اللي انا بقوله ده كله بحساب يعني. طبعا المرحلة دي انت هتلاقي نفسك يعني متضايق، ومرحلة مش حلوة. وايه المنظر ده؟ ده اسمه نابل يلو، نابل يلو ده عشان بنفتح بيه، ولون جميل جدا في التفتيح. طبعا في فيديوهات كتير انا هبقى انزلها عن ان احنا ازاي نختار اللون، واللون يكون متشبع ومش متشبع. الكلام ده مهم جدا برضو. بص اهو، انا هنا بفرش كتل لونية، كتل لونية، بملأ الوان في البورتريه. مش محتاج اي تفاصيل في المرحلة دي خالص. شايفين الباليتا تبدأ تنطق معايا هنا. بصوا كتل الوان، كتل الوان يا جماعة، انتوا بتحطوا كتل الوان عشان تديني الكتلة بتاعتي. الفاتح مكان الفاتح، الغامق مكان الغامق. مهمة جدا انك تعرف الحاجات دي.
بستخدم فرشة عريضة لأن أنا بفرش كتل لونية الأول. والمرحلة دي زي ما قلت لكم مش محتاج أي تفاصيل خالص. طبعا المرحلة دي هتلاقي نفسك بتحبط. اوعى تحبط، كمل، انت بتعرف ترسم، كمل. الزيت جميلة جدا 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 وممتعة جدا. افرش تونات على قد ما تقدر. صدقوني انت لو مشيت ورا احساسك في اللون هتلاقي نفسك طلعت اللون اللي انت عايزه. طبعا الابيض ده كان ليه فيديو مهم جدا. ان انت الابيض احنا بنكسره لان انت ما بتستخدمش ابيض مفيش حاجه، لان انت لو استخدمت ابيض كتير في اللوحه هتديك احساس بالجير كتير وده مش لطيف في البورتريه. فاحنا طبعا عارفين نستخدم الابيض ازاي بحساب جامد جدا. خدت بالكم كده البورتريه بدأ يوضح. مش محتاج اي تفاصيل في اي نوع من دلوقتي من اي حاجه، لسه بدري قوي على التفاصيل. انت بتفرش كتل لونيه. هنا مكان الشنب احط مكان الشنب.
شفتوا انا ما عملتش تفاصيل، انا برسم كتل. حتى تفاصيل الشعر انا مش محتاجها دلوقتي خالص. في المرحلة دي بقى انت خلاص بدأت تحفظ الباليتة بتاعتك، وبدأت تعرف ألوانك فين والألوان السخنة والباردة والفاتحة والغامقة. فانت خلاص بقى بتبدأ تملى فراغات البورتريه بتاعك، والغامق تحط مكانه غامق برضو على هيئة كتل. مش محتاجين تفاصيل دلوقتي، ما ترهقش نفسك في التفاصيل. انت املى كتل ألوان على قد ما تقدر، فاتح وغامق. هتلاقي نفسك مطلع بورتريه تقيل وجميل جدا يعني. بص هنا انا حابب احط هنا الوان بالشكل ده، واحط هنا الوان بالشكل طبعا طبقا للظل والنور بتاعي، فانا عارف ايه الغامق وايه الفاتح. وعلى فكره هتلاقي الوان غريبه اتحطت في البورتريه، كنت اديت عنها نبذه قبل كده في فيديوهات قبل كده. ان ممكن تلاقي الوان غريبه، تلاقي مثلا اخضرات موفات. لو انت فهمت لون البشره دوت، او فهمت اللون فيما وراء اللون في البورتريه بترسمه، هتعرف تطلع اللون كويس. يعني لو قلنا مثلا برسم ناحيه الدقن مهما اتحلقت هتفضل خضرة برضو شويه، فوارد احط اخضر عادي، وارد احط مثلا موفات لو هو وشه بينضح بالدمويه شويه. بلاش ادي الاحمرات قوي عشان ما يبانش ان هو باصص في النار مثلا او شمس. فاحنا خلينا ندي الوان غير واقعيه، هتلاقي البورتريه طلع منك الوان متعادله جدا. شايفين انا هنا بحط الفاتح ناحيه الفاتح، باكد بقى على المرحله بتاعتي. اهو الفاتح، في هنا لسعة ضوء بحطها، هنا لسعة غمقان بحطها، وهكذا. بيدي تقل اكتر للبورتريه. شفتوا اهو ده موف مثلا، خدت بالك؟ لما كنتش قلت لك كنتش خد بالك. اهو احمرات بعدلها بالاخضرات، ازرقات عادي. اهو بصوا، اهو هنا احمرات، شايفين اهو فتحت. لا فانت هتاخد بالك من درجة دلوقتي هتيجي أه تحسها المفروض ما احطهاش في البورتريه، بس مش هتاخد بالك منها خالص ان هي مضايقه البورتريه. لو ركزت في دقنه بص مليان موفات، اهو شايفين الموف ده. أهو. مع نهايه البورتريه بقى لما تشوفه مش هتحس ان احنا حاطين اللون ده، بس لازم كان يتحط علشان يعدل الدنيا معاه شويه. بص تبدا بقى تاكد، تبدا بقى تملى لدرجه ان البورتريه بتاعك يبقى اكتر، واخد اكتر الوان. وبرضه في مرحله كتل مش تفاصيل، ركز على الفاتح والغامق وعلى درجة اللون. شفت ايدك بقى تبدأ تحط الفاتح مكانه والغامق اهو. بص شفت كل ما تحط بقى تونات كل ما يبقى البورتريه بتاعك غني اكتر. هنا احمرات مثلا اهو، تعدل مع الموفات شوية. هنخش المرحلة الجاية بعد كده في رسم الهدوم، جميلة جدا برضو. اهو بص كده بقى نبدأ. انا شايف ان لون القميص برتقاني شوية، طبعا هنا ناحية مش الضوء قوي، الناحية دي ناحية الضوء فتحتها. طبعا انت عارف ازاي تفتح وتغمق الالوان، في فيديوهات كتير عندي ابقى اخش اتفرج عليها تعرفك ازاي تفتح اللون وتغمقه وهكذا. في رسم القماش بقى او الهدوم او الملابس او الدريبري زي ما احنا اتعلمناه، جميل جدا عشان تقدر تطلع الفاتح والغامق والضوء ضارب فين، والتنيات بتاعت القماش ونوع القماش بيفرق، حاجة جميلة. بص
اهو. برغم ان القميص اورنج او برتقاني والجرافطة او برتقاني، بس لازم تخلي فيه اختلاف، ومع ذلك لازم تخلي فيه اختلاف برضو من تنيات القميص. بنفس المبدأ بتاعنا اللي اشتغلنا فيه في الوش، ان انت برضو بتملى كتل لونية، والتفاصيل دي في الاخر يعني. انت في المرحلة دي بتملى كتل لونية، شايفين؟ ارمي مساحات. دخلت على البدلة. البدلة خلي بالكوا برضو الالوان تكاد تكون متقاربة شوية مع لون القميص والجرافطة. اهو شفتوا؟ بأبسط خطوط تقريبا القميص ظهر والجرافطة ظهرت. بص هنا بقى، شايف سطوع ضوء على الكتف، بدي لون البدلة الفاتح. وانت خلاص بقى انت عرفت تفتح ازاي وتغمق ازاي، وعندي فيديوهات زي ما قلت لك في القناة، خش اتفرج عليها هتعرفك ازاي تفتح اللون وتغمقه. اهو شفتوا؟ بص كده، هتلاقي انت نفسك خلاص بقى انت بدأت ايدك تتظبط، لان انت اصلا عامل، او انا كنت عامل اصلا اوت لاين مظبوط. شفتوا الياقة؟ لما حطيت الياقة بكل بساطة، شايفين الشكل؟ بصوا كده الرسمة، وبصوا الأصل بدأت تظبط شوية. ملحوظة بس يا جماعة، عايز أقول لكم إن أنا في البورتريه دوت أو اللوحة دي اشتغلت شغل مش تسييح ومش واقعي، أنا اشتغلت شغل تاتشات. يعني ده شغل أنا بحبه جدا على فكرة، جدا ولطيف جدا. أهو بصوا، حطيت الفاتح، هحط جنبها الغامق، هتظهر لي إن هي متنية شوية، جميلة. أهو بملى كتل الوان. هنا فاتح، بص بقى لما احط الغامق اللي تحتيه هيديني ايه؟ الفورم بتاع الكتف او الفورم بتاع البدله، اهو الغامق جنبه. اهو شفتوا؟ بص كده بقى على توتال منظر البدله والقميص والجرافته، في سطوع ضوء على الكتف وعلى جزء من الياقه. حاجه جميله جدا يعني. انت بقى خلاص ايدك فكت وعرفت البليته بتاعتك فيها ايه وايدك رايحه فين وجايه منين. لا حاجه جميله بصراحه يعني. اهو شفت، قلت لكم حطيت البيزك الاول او اللون، اهو هنا ده ناحيه الضوء خالص، اديتني الكومب اللي هناك. شفتوا؟ على فكره الاسلوب ده في الرسم رائع، جميل جدا جدا، مريح قوي يعني. لان انت بمجرد ما الشبه يجي او اللي انت عايز توصله في اللوحه طلع، خلاص انت ده اللي هدفك يعني. ده الجزء الفاتح حطيت جنبه الغامق، خدت بالكم؟ رجعت حطيت فاتح تاني، اداني التانية بتاعت او الفورم بتاع البدله او القماشه اللي انا برسمها. بصوا هنا بقى الحز بقى الفاتح في الياقة. خدتوا بالكم ان وانت بتشغل دلوقتي وانا شغال دلوقتي الدنيا بدأت تظهر وتقرب اكتر لاكتر. الكم هنا بقى جميل، بدأت احط اللون البيزك، وهبدأ افتح حواليه واغمق حواليه. هتشوفوا دلوقتي الموقف عامل ازاي. اهو طبعا انت بتغذي عينك من الصورة اللي بترسم منها عشان تعرف تركز في الالوان وتطلع درجة اللون اللي انت عايزها. طبعا كل فنان بيحط روحه وبيحط تفكيره وبيحط مشاعره في اللوحة، ودي حاجة جميلة جدا لازم انت تتعود عليها يعني. بص هنا الغامق، جبت من الغامق، طبعا الغامق ده مش وصول له ضوء فكان اغمق حاجة، وابدا اطلع الفاتح. شايفين بقى كده بدأت الفورم كلها بتاعت البورتريه كله يبان بتاعك. بص اهو، بكل بساطة انت بتحط تاتش الفرشة خلاص، بسيط. الاسلوب ده جميل جدا جدا يعني، ما بترهقش نفسك يعني. مجرد ما اللي انت عايز توصله طلع خلاص، انت كده ارتحت وتمام، وصلت رسالتك يعني. طبعا في اسلوب تاني، اسلوب بقى تسييح وواقعي وده حلو جدا وانا بحبه جدا يعني. بس حبيت اكون البورتريه ده بالاسلوب ده. شايفين؟ شايفين الكم بدأ يظهر ازاي مع البدلة بقى، مع الياقة، مع القميص. وطبعا لسه في تاتشات تانية هتتحط، ده عشان هو حاطط ايده ورا ظهره، فطبعا الجزء ده كله اغمق شويتين من باقي الكم. شفتوا الموضوع جميل ازاي؟
انت خلاص طالما الباليتا بتاعتك انت حفظتها، انت خلاص هتجري، ايدك هتجري لوحدها يعني. اهو بنبدأ نكمل بقى القميص اللي جوه. بصوا واخدين بالكم بقى توتال الشكل بقى عامل ازاي؟ انت جبت الروح بتاعت البورتريه اللي بترسمه، خلاص موضوع جميل يعني، واسلوب جميل اهو. بصوا بقى التاتشات الفاتحه دي تديني ان القميص متني شويه، واسع عليه شويه، وهكذا بقى. شايفين؟ لا الحقيقه الرسم حاجه حلوه جدا يا جماعه، اشجع اي حد يتعلم الرسم. بصوا هنا بقى نبدا نحط تاتشات الزخرفه بتاعت الجرافات. مش محتاج ارهق نفسي في الاسلوب ده يعني اللي انا بستخدمه، مش محتاج ارهق نفسي في تفاصيل قوي، مجرد ما حطيت تاتشات خلاص وصلت الرساله. ده الاسلوب بتاع البورتريه ده بصراحه. طبعا عشان اوصل للاسلوب ده انا بعد مراحل كبيره جدا يعني، ورسم واقعي كتير جدا يعني، لان الرسم محتاج ممارسه كتير. هنا بقى هنخش في تفاصيل حلوه قوي يعني. لقيت ان الوش محتاج مني تونات اكتر، اديت له تونات اكتر. لقيت محتاج احمرات اكتر، اديت احمرات. شايفين اهو؟ بصوا ابدأ بقى كده، تبدأ تخش في تفاصيل، تزود اكتر تفاصيل، هتلاقي الدنيا جميلة. لان انا حطيت كتل الوان الاول، فأو كل تفاصيل هحطها متغذية خلفية الوان. شايفين؟ تاتش بقى كده عند المناخير فاتح، يديني لمعان المناخير اهو. شفتوا؟ خلاص انا ببدأ بعد كده دلوقتي في المرحلة دي ببدأ احط تفاصيل، لاني انا عملت كتل كبيرة الوان، فالكتل ادتني توتال الوش. شايفين بقى؟ ابدا بقى الاقي عايز المناخير اهو. خدتوا بالكم المناخير كانت نازله سنه تحت، ظبطتها. ده اللي كنت بقوله في اول الفيديو، ان انت الاوت لاين مجرد مرشد ليك، هو انت تظبطه وانت بترسم الالوان او بتحط الالوان اهو. واخدين بالكم ان في عند الحاجب كده فوق اخضرات شويه، والدقن فيها اخضرات. حتى لو انت اللون مش لاقيه في المرجع بتاعك، انت عشان فاهم لون وفاهم بورتريه لازم تحطه، يديك تشبع للبورتريه او يديك معادله للبورتريه. مش كله احمرات ومش كله اخضرات يعني، او مش كله ازرقات ومش كله موفات. خدتوا بالكم؟ شفتوا بقى؟ بزود وابدا اطعم اكتر، احط تاتشات اكتر. وكل ما تركز كل ما تحس ان اللوحه عايزه تاني اهو. حطيت اخضرات صريحه صريحه تديني اخضرات عند الدقن عادي اهو. مش في نهايه البورتريه مش هخلي عيني جزعه يعني. تاتشات الشعر، اكتفيت في الشعر ان انا احط تاتشات وخلاص. هنا بقى تاتشات لمعان العين. استمتاع استمتاع بصراحة، من أفضل البورتريهات اللي رسمتها، وأتمنى يكون عجبكم. ويا ريت تاني بقول الناس ترسم وتبعت لي في كومنتات ونشجع بعض أكتر. كان معكم عماد نخلة، طبعا الإمضة بتاعتي. يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم، ويكون حاجة خفيفة عليكم يعني، مكونش طولت عليكم يعني. عارف ان المدة كبيرة بتاعت الفيديو، بس صدقوني ده انا ضغطته كتير جدا عشان اوصل للمدة دي يعني. اسيبكم بقى تستمتعوا باللوحة الجميلة دي. شكرا.